لو سمعت صوت في دماغك بيقولك محدش محتاج لك ووجودك من عدمه واحد، ما تصدقهوش. ده صوت مش حقيقي، ده صوت الاكتئاب. الاكتئاب بقى بيعمل حاجة غريبة جدا في المخ، بيخلينا نشوف نفسنا بنضارة سودا. أنا مش كويس، الدنيا كلها وحشة، بكرة مش هيحصل فيه حاجة حلوة. والمشكلة الكبيرة ان الصوت ده لو فضل يتكلم كده جوانا كتير ممكن يخلينا نفكر تفكير مش حلو اكتر. يا ريتني مش موجود. لو جاتلك الفكرة دي خد بالك، ده انذار مهم جدا محتاج نسمعه ونساعدك فيه، مش حاجة نخبيها او نخاف منها. وجود الفكرة مش معناه انك انت هتنفذها، لكن معناه انك انت محتاج مساعدة فورا من حد كبير تثق فيه. خطوة صغيرة جدا لكن مهم تعملها النهاردة. جيب ورقة وقلم واكتب سبب واحد بس يخليك لسه مكمل. شخص بتحبه، حلم نفسك تعمله، حاجة نفسك تشوفها تجربها. نفسي اشوف الصيف اللي جاي كذا. بعدها احتفظ برقم تليفون شخص واحد تقدر تكلمه لو الافكار الصعبة رجعت تاني. ممكن يكون اهلك او مثلا مدرس ليك او دكتور او خط مساعدة. الابحاث بتقول ان الناس اللي بتكلم حد لما الافكار دي تزيد بتنجو اكتر بكتير. انت مش عبء على حد، وجودك مهم اكتر مما تتخيل، حتى لو مخك دلوقتي مش شايف كده. الالم اللي انت حاسس بيه ده مش هيفضل للابد، ومع المساعدة الصح والكلام والعلاج الايام هترجع تنور تاني. انا محمد علي، دكتور نفساني. لو سمعت صوت في دماغك بيقولك محدش محتاج لك ووجودك من عدمه واحد، ما تصدقهوش. ده صوت مش حقيقي، ده صوت الاكتئاب. الاكتئاب بقى بيعمل حاجة غريبة جدا في المخ، بيخلينا نشوف نفسنا بنضارة سودا. أنا مش كويس، الدنيا كلها وحشة، بكرة مش هيحصل فيه حاجة حلوة. والمشكلة الكبيرة ان الصوت ده لو فضل يتكلم كده جوانا كتير ممكن يخلينا نفكر تفكير مش حلو اكتر. يا ريتني مش موجود. لو جاتلك الفكرة دي خد بالك، ده انذار مهم جدا محتاج نسمعه ونساعدك فيه، مش حاجة نخبيها او نخاف منها. وجود الفكرة مش معناه انك انت هتنفذها، لكن معناه انك انت محتاج مساعدة فورا من حد كبير تثق فيه. خطوة صغيرة جدا لكن مهم تعملها النهاردة. جيب ورقة وقلم واكتب سبب واحد بس يخليك لسه مكمل. شخص بتحبه، حلم نفسك تعمله، حاجة نفسك تشوفها تجربها. نفسي اشوف الصيف اللي جاي كذا. بعدها احتفظ برقم تليفون شخص واحد تقدر تكلمه لو الافكار الصعبة رجعت تاني.